مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذا اللقاء الخاص الأستاذ عبد الفتاح مرو، نستضيفه مفكرا سياسيا حقوقيا وإنسان. فضيلة الشيخ، أهلا بكم وسهلا. ولو بدأنا بسؤال بسيط، الآن سقط بن علي، سقط مبارك، إلى أين تتجه بوصلة الثورات هنا في العالم العربي؟ نحن في انتظار ما يحدث بليبيا، ونتمنى أن يكون ذلك في أجل قريب. نحن نتابع بكل اهتمام نضال إخوتنا بليبيا لكونهم أجوارا أولا، ولكونهم يتميزون بأنه البلد الذي عانى أكثر من غيره من سلطة شخص متسلط مدة 42 سنة كاملة. هذا الرجل جثم على صدور إخواننا في ليبيا وعلى قلوبهم، وعطل عقولهم، وبدد أموالهم ومنافعهم، ورجع بهم إلى قرنين اثنين ماضيين. هذا الرجل ضحك على ذقون إخواننا الليبيين كما ضحك على كل العرب والمسلمين بادعاء أنه جاء بسلطة شعبية، لكنه بهذا العنوان حرم الشعب من حقه في اختيار مصيره، من حقه في حكم نفسه بنفسه، وبقي هو الحاكم المستبد الظالم الذي استمر حكمه طيلة هذه المدة. فنحن استبشرنا استبشارا كبيرا أن هب إخوتنا في ليبيا ليتحرروا وليعتقوا أنفسهم وليأخذوا مقاليد أمورهم بأنفسهم. ليبيا الآن هي في عين العاصفة، وهي واقعة بين ناري الثورة التونسية والثورة المصرية. كيف ترون مآلات الأمور في هذا البلد؟ هي تقع بين نورين ولا تقع بين نارين. نور التحرر التونسي والتحرر المصري. صحيح أن ليبيا ليست فيها مؤسسات، لكن تعلمون أن الثورة ليست تغييرا من خلال المؤسسات، هو تغيير من خارج المؤسسة، وهو نفس الأمر الذي حصل بتونس. تعلمون أن الطبقة السياسية المشتغلة بالعمل العام كانت منذ مدة تسعى لأن تتسلل إلى مواقع القرار الرسمية من خلال البرلمان أو الصحافة أو وسائل الإعلام، وأن تجد لنفسها موطئ قدم تتحرك من خلاله. لكن الشباب فاجؤونا بأنهم تخطوا كل هذه العقبات وانطلقوا من الشارع وحركوا الشارع، وكان التحريك الشارعي ذا نتيجة مؤثرة في تغيير الأوضاع. فالذي يحصل في ليبيا هو عين الذي حصل بتونس وحصل بمصر، لأن بلادنا العربية حتى التي فيها مؤسسات ظاهرة لم تعطي المؤسسات قيمتها التغييرية. وماذا عن أوجه الاختلاف والائتلاف ما بين مختلف هذه الثورات؟ والله يبدو أن المرض واحد والهدف واحد، ولذلك تشابه التمشي بين ما حصل بتونس أولا، ما حصل بمصر ثانيا. ما حصل بليبيا تميز بتعنت شديد من هذا المستبد، لأنه دخل في مرحلة تأليب بعض الليبيين على بعض، وبتهديد الليبيين بإطلاق النار عليهم صراحة. ثم الأنكى والأنكد أنه يستعدي عليهم غيرهم من غير أبناء جلدتهم ليدعو هؤلاء ليقتلوا أبناء شعبه، وهو الأمر الصعب المرير الذي جعل نفوسنا تتحرك أكثر فأكثر بالدعاء لإخواننا وبالسعي لمساعدتهم. لكن تعلمون أن ما وراء الحدود يحول بيننا وبين المساعدة الفعلية. وإذا تحدثنا عن تونس التي تقولون بأنها هي من صدر هذه الثورة، هل ترون بأن الثورة نجحت فعلا في تونس؟ هي نجحت في مرحلة أولى في استرجاع الشعب ثقته بنفسه. لأول مرة يقول الشعب أنا موجود، ويقول الشعب أنا قادر، ويقول الشعب أنا مغير للواقع. وهذا يعتبر كسبا ثمينا، لأن المستبدين يريدون أن يوهموا الشعوب بأنهم غير قادرين وغير فاهمين، ويبقون بذلك على الوصاية على تلك الشعوب، هم الذين يقررون لها وهم الذين ينفذون لها. ما حصل إلى حد الآن هو استرجاع
لقدرة الشعب على الميز والإدراك والفهم ولثقته بنفسه. لكن هذه خطوة أولى. بقية الخطوات هي في تغيير المؤسسات، في تغيير العقليات، في تغيير علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض. هذه قضية تستوجب منا أزمانا، وليست قضية تغيير يتم في يوم واحد. ما أفسد مدة 50 عاما لا يمكن إصلاحه في 5 أيام. وما السبيل إلى تغيير العقلية وهو أساسي كما تقولون؟ أن يبقى الشعب مراقبا لما يجد حوله. وأنا في تصوري أن شعوبنا، وأبدأ بالشعب التونسي، قد غيب عن التأثير. تعلمون أن عمل النظام السابق دأب على تصحير الحياة العامة، جعلها صحراء. يعني ألغى الأحزاب الفاعلة، ألغى دور المؤسسات المهنية وخاصة اتحاد الشغالين، ثم ألغى دور الرقابة التي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام، وألغى دور الجمعيات. عدد الجمعيات أكثرها عددا، ولكنه ألغاها مفعولا. كما نعلم أنتم أول من فتح قاعة للصلاة في جامعة تونس كان ذلك أواخر الستينيات القرن الماضي. كيف ترون العلاقة المستقبلية ما بين الدولة والدين؟ ونحن نعلم أن هناك من يدعو بعلمانية الدولة في هذه الأيام. هذه قضية في تصوري ليست قضية مستمدة من واقع البلد. نحن بين أيدينا دستور صدر سنة 59 بعيد الاستقلال، ونص في بنده الأول على أن تونس دولة مستقلة، نظامها الجمهورية، دينها الإسلام، ولغتها العربية. التنصيص على كون الإسلام دين الدولة أمر لم يقلق أحدا، لا من حيث الإعلان ولا من حيث الإنجاز والتطبيق. وعندما تحدث عن ذلك ألفت النظر إلى أن الدين المسيحي ليس كالدين الإسلامي. الدين المسيحي هو طقوس وعبادة وعقائد وقيم أخلاقية فقط. إذا تحدثنا عن الإسلام فإن الإسلام فيه جانب ديني، طقوس وعبادة، وهذا الجانب لا علاقة له بالسياسة بمفهوم إبعاد الدين عن السياسة. يعني أن الدين أمر شخصي فيه اختيار شخصي للأفراد، لا يحق للدولة أن تهيمن عليه ولا أن تفرضه على أفراد الناس. لا يحق لها أن تفرض سلوكا دينيا محددا أو تمنع من سلوك ديني محدد بمعنى العقيدة أو الممارسة الدينية. الذين يدعون للعلمانية هم يستجلبون لنا حلا لمرض ليس مرض مجتمعنا، هو مرض مجتمع آخر، المجتمع الفرنسي بشكل خاص. يريدون أن يقتبسوا الأدوية التي استعملت في ذلك المجتمع لمجتمعنا، مع أننا لا نعاني من المرض نفسه، علما بأن دستورنا التونسي الذي سنتخلى عنه، وأنا لن أتخلى عن فصله الأول لأني أعتبره فصلا في مكانه وينبغي الإبقاء عليه. هذا الفصل الذي يعلن بأن تونس دينها الإسلام ولغتها العربية تتبع فصول مقابلة تحفظ للمواطن حق العقيدة وحق الاختيار وحق العبادة وتحميه في اختياراته الشخصية. فنحن جمعنا في دستورنا بين هذه الموازنة. لا أتصور أننا في حاجة إلى الإعلان بأننا نفصل الدين عن الدولة، لأن فصل الدين عن الدولة قائم بالمفهوم الإسلامي. الدين ليس من مهام الدولة باعتباره عقائد وباعتباره ممارسات تطبيقية دينية، لكن ما زاد عن هذا الجانب من دنيا نؤثثها وننظمها فهي موكولة إلى اجتهادنا. وإذا تحدثنا عن مر الإنسان عرف عنكم محاولة الخلط ما بين الفكر والسياسة والثقافة، حتى أنكم حاولتم إنشاء حزب الشعب الذي يقوم على هذه الصفات
انطلاقا من خلفية إسلامية. الشخص تكوينه يفرض عليه المسار الذي يسيره في حياته، وإذا كان الشخص له اهتمام في بدء حياته بجوانب اجتماعية وجوانب ثقافية وجوانب فكرية، فإنه حتى إذا تمحض العمل السياسي فلن يمكن أن ينفك عن تلك القناعات التي اقتنع بها. وأنا في تصوري أن العمل السياسي وحده ليس كفيلا بأن يؤتي أكله إلا إذا تعزز من حوله بعمل جمعياتي يتناول الجوانب المختلفة للحياة العامة من ثقافية وفكرية واجتماعية، حتى يتسنى التكامل في المنظومة العامة التي نشاهدها. في بعض الأوقات تفرغتم إلى التفسير في محاولة للإضافة والتجديد، ماذا عن مساركم في هذا الاتجاه؟ هي خواطر وليست تفسيرا، عاش من عرف قدره، والتفسير له رجاله. لكني دأبت في فترة من الفترات على الاقتباس من نصوص الكتاب الكريم بعض خواطر أرى أن لها صلة بالنص، صلة مباشرة بالنص، ومن شأنها أن تساعد إذا ضمت إلى غيرها من الجوانب على فهم مكتمل للنصوص القرآنية التي تعز علينا، والتي لن نشبع من تكرارها، ولن نشبع من تلاوتها، ولن نشبع من الاقتباس منها، لأن هي الوقود الذي نعيش به في حياتنا. وما أجل القرآن وأعظمه، وهو كتاب لا يبلى على كثرة قراءته، فهو لن يجد نفسه قديما، هو جديد متجدد. ولكم كما نعلم إضافات أو قل كتاب فيما يتعلق بالأمثال أو المصطلحات الشعبية، أليس كذلك؟ فأنا لم أكتب في الأمثال الشعبية، وإنما بدأت في كتابة قاموس للألفاظ العامية تفسيرا وبيان نشأة واشتقاق، وهو الأهم. كل لهجة شعبية تتأثر بالتاريخ الذي يصاحب ذلك البلد والشعب، فهو في اتصاله بشعوب أخرى وبوقائع مختلفة يقتبس منها ألفاظا تصبح مؤثثة للهجته. الذي عملت عليه هو أن أستظهر الألفاظ المختلفة لأبين منطلقها وأصلها. هناك ألفاظ بربرية، هناك ألفاظ راجعة إلى الدولة رومانية لاتينية، هناك ألفاظ إسبانية، ألفاظ تركية، ألفاظ فارسية ذات أصل، وبالإضافة إلى الألفاظ التي أصلها عربي قح. فبيان ذلك هو من العمل المفيد، مع أني أؤمن بأن العربية يجب أن تبقى نظارتها في المجتمع وأن نبقى متعلقين بها. لست من دعاة العامية، ولكني من دعاة فهم العامية. ومع هذا التضييق كنتم أحد أبرز المناضلين حقوقيا، إذن كان لكم هامش للتحرك. أنا أعمل ناشط حقوقي من منطلق عملي المهني كمحام. المجال الوحيد الذي أفسح لي هو مجال النضال والدفاع عن المسجونين والموقوفين والمضطهدين في حدود ما يسمح به ذلك العمل من نضال. لكن الذي ضيق علي هو اتصالي بعامة الناس. أنا أصبحت عندما أقابل أبنائي أو تلامذتي السابقين أو أصدقائي لا يجرؤون على رفع اليد للتحية، مش على فتح الفم، مجرد رفع اليد ممنوع. فيا البعض منهم الحبيب الحميم القريب للقلب يحرك أنفه للتحية. هذا استمر أكثر من 20 سنة، وتتصورون أن الذي يتحرك بين الناس ويحرم من أن يخاطب الناس أو يتصل بهم أو يسمع منهم أو يبلغهم رأيه كيف يصبح منفعلا، لأنه يعيش في سجن كبير فرض عليه، ووراءه وأمامه من المتابعين والشرط من يمنعه من أن يتحرك بحريته بين الناس. ومنعتم كذلك من السفر ومن جواز السفر؟ يقينا، هذا أول شيء. هو لم يسمح لنا لا بالحركة الذهنية الداخلية
ولا بالحركة الرجلية الخارجية. لا نفكر كما نريد ولا نتحرك كما نريد. بقيت أكثر من 20 سنة محروما حتى من حقي في أن أتوجه إلى البقاع المقدسة لأؤدي فريضة الحج أو عمرة في رمضان. هذا حرمت منه ومنعت، والحمد لله رب العالمين. وإذا تحدثنا عن تجربة السجن ماذا تقولون؟ مدرسة يا سيدي، حقيقة هي مدرسة. أسأل الله أن لا تعاد علينا تجربتها، وأن يبعد عنها إخواننا وأحباؤنا، وأن لا يضام الإنسان بضغط من مثله. أنا في تصوري السجن هو أقذر مؤسسة صنعها الإنسان لأخيه الإنسان. عندما دخلنا السجن كنت أدعى عبد الفتاح مورو. يوم أن فتح لي ملف أصبحت أدعى عبد الفتاح الجيلاني محمد مورو. بعد ذلك أصبحت 5720، أصبحت رقما، ألغيت شخصيتي، وأصبحت أوخذ من الزنزانة التي أنا فيها إلى زنزانة أخرى، ولا أدري ما يفعل بي وما هو سبب نقلي، ولا أجرؤ على أن أسأل، وإذا سألت فلا أجاب. ويتحول الإنسان إلى قطعة دمية فوق رقعة شطرنج، يحرك كما يشاء له السجان. تلغى مشاعره، تلغى خصوصيته، يلغى إحساسه، ويفرض عليه أن يصبح منفذا لما يحب وما لا يحب. متى فرضت عليكم هذه التجربة، تجربة السجن القاسية كما نعلم لأول مرة، وكم دامت؟ في 81، واستمرت حكم 10 سنوات، لكني لم أقضي منه إلا 2 بالسجن. وقضيت تجربة قريبة منها، هي تجربة الإقامة الجبرية. وخرجت من السجن بسبب وضعي الصحي لما تطور نحو الأسوأ، وفرض علي سجن ببيتي. يعني عدد الذين يزورونني مسجل بقائمة محدودة العدد، لا يحق لي أن يزورني غيرهم ولا أن أخرج من بيتي. وهي تجربة مماثلة للسجن لكن في وسط عائلي. أستاذ عبد الفتاح مورو، المفكر والكاتب والإنسان في نهاية هذا اللقاء، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.